يا هلا والله، حياكم الله. شفت المقطع اللي قبل شوي؟ ترى يا كثر ما يجينا كل صيفية لازم يجينا، كل ما أقبل الصيف طلعت هالمقاطع ذي. قال لك لا تعبي فل ترى يطلع عليك البنزين مرة ثانية. هذا يكون في عندك خلل أصلا موجود عندك في السيارة، فعلشان كذا يطلع عندك البخار. لو أن السيارة سليمة ما راح يطلع عندك البخار بالكمية هذه، ولا راح يطلع عندك البنزين من فتحة التانك لما فتحتها. الخلل وشو؟ علبة الكنستر، هذا أول شيء، اللي هي علبة الفحم. احنا نحط لك صورته. تجي اماكنها طبعا مختلفه على حسب السيارات، لكن غالبيه السيارات الجديده تجي بالخلف قريبه من التانكي. الخلل الثاني اللي هو بلف الايفاب، هذا احيانا يكون قافل. اذا قفل ترى يسوي عندك المشكله هذه، وهذا غالبيه السيارات تلقاه قريب من الماكينه، له دخول جاي من التانكي ولي ثاني رايح للماكينه، بحيث انها تسحب البخار الماكينه وتحرقه ولا انت تحس فيه ولا تدري عنه. لا يجي أحد يهول ويكبر السالفة، وهو الموضوع جدا بسيط 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 مرة. ترى أحد هالقطعتين ذول تغيرها تروح عندك المشكلة كلها كاملة، لا راح يطلع عليك بنزين ولا راح يطلع عليك أي بخار. صلى الله يوفقنا وإياكم يا رب.